السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بكلام اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. أنا واحد من اللي اتعزم في فرح كروان مساكل، فاهميني؟ ملديد بعتلي كروان رسالة على الواتس، قلتلي أنا عازمك على فرحي يا حبيب قلبي. قلتلك ماشي يا كروان هادي. أول حاجة إن أنا عادي فرحك يحصل فيا كل اللي حصل ده، مش هعديها بالسهل. أنا بطلب تعويض نص مليون جنيه من كروان مساكن. أول حاجة إن أنا ال30,000 تتاخد مني في الفرح، طبعا مش هعديها لك. تاني حاجة إن أنا أطلب بالكرسي فوق راسي، دي مش هعديها لك. أنا طلبت بالكرسي في راسي هنا. تالت حاجة إن أنا أطلع بفلتة دسمة واحدة من الفرح، ده ما يرضيش ربنا. رابع حاجة إنني إن ناس اتضربت وناس كانت عايزة تتحرش بيا بسبب فرحك. أنا دايما عمري ما بروح أفرح حد، ويوم ما بروح فرح كبيري تبعي، ومش بروح أي أفرح. أول حاجة يا كروان أنت هتدفعلي تعويض نص مليون جنيه، خصبت عنك أو مساعدك هتدفعلي تعويض نص مليون، خصبت عنك أو مش خصبت عنك، لأن اللي حصل لي بسببك عمره ما حصل لي قبل كده في فرح. إن أنا أضرب فوق راسي ياخدوا مني الدسم دي، الفلوس بتاعتي تروح. أنت هتدفع تعويض، أقسم بدين الله، لأن أنا أصلا مش هسيبك يا ابني. لأن أنا أضرب راسي فوق راسي والحتة دي تتفتح، مش هسيبك. والكلام لسه ما خلص يا كروان، لأن أنا اللي حصل فيا ده، أنا كواحد معروف وليا مكانتي، إني أنا يحصل فيا كده، الأيام الجاية هيكون سواد عليك يا كروان مساكن.